أي حد في الدنيا بيبقى نفسه يعرف إيه السكة اللي ممكن ياخدها علشان يوصل للهدف اللي هو بيحلم بيه. لما يكون الهدف مشروع ما أنت نفسك تحققه، بس في نفس الوقت أنت مش عارف إيه الخطوات اللي أنت هتتخذها علشان تحقق المشروع، يبقى في اللحظة دي هتعمل إيه؟ هنسأل. طب هنسأل مين؟ هنسأل ناس عندهم الفكرة أو عندهم المتخصصين اللي يقدروا يوجهونا. خلونا نرحب بضيوف اللي بيشرفونا النهارده في الاستوديو. بتشرفني هديل الديب من مؤسسي سكة، أهلا وسهلا بيك يا هديل. أهلا بك. كمان بتشرفني شاهيناز أحمد، مدير تنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر، أهلا وسهلا بيكي. كمان بتشرفني سارة السيد من مؤسسي مشروع نوايا، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بك. مبدئيا كده أنا هبدأ مع هديل. إيه موضوع سكة؟ وليه تسمى الاسم ده؟ وعايز أعرف الهدف المقصود منه إيه؟ موضوع سكة فكرة بسيطة جدا جات على بال أنا متأكدة كل المصريين. في خلال السنة اللي فاتت مصر شهدت تغييرات كتير قوي سياسية واقتصادية وكمان نفسيا من ساعة الثورة. ولقينا إنه ناس كتير جدا عندها أفكار كتير عايزة تعمل بيها مشاريع تنمية للبلد، بس مش عارفين يبتدوا من فين، أو ناس عايزة تساعد سواء بمجهود ذاتي أو بوقتهم أو بدعم مادي، بس برضو مش عارفين يتوصلوا للمشروعات اللي اوريدي شغالة. فجت فكرة سكة ان احنا نجمع كل المجهودات دي مع بعض، سواء كانت مجهودات فردية او من مؤسسات وجمعيات اهلية. فخلقنا مساحة سميناها سكة، من خلالها كل الجهات دي تقدر تتواصل عشان اللي عايز يساعد يلاقي المكان اللي يساعد فيه، واللي عنده مشروعات اوريدي بيشتغل فيها مشروعات تنمية وعنده موارد معينة بيدور عليها يقدر من خلال سكة زائد طرقهم هم المختصة بيهم، يعني يقدروا برضو خبراتهم الطرق التانية اللي بيوعوا بيها الناس عن مشاريعهم. سكة بقت حاجة زيادة ليهم، مساحة زيادة ليهم ان هم يقولوا للناس عن الموارد اللي هم محتاجينها عشان من خلالها نقدر نوفر لهم ده. تمام. طيب أستاذ شاهيناز، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف علاقتها بسكة وعلاقتها بالمواطن المصري؟ هبتدي بعلاقتها بالمواطن المصري. علاقتها بالمواطن المصري ان احنا بنساعد الشباب الغير قادر على الالتحاق بوظيفه، ان هم بنوفر لهم تعليم جيد بيساعدهم على ان هم يلتحقوا بوظائف في القطاع الخاص، مش بس لوحدهم، بس احنا بنجد لهم الوظائف. ايه المقصود بالتعليم الجيد؟ ما هو تعليم جيد يعني انا خليني افرض معاكي ان انا معايا دبلوم مثلا، هخش ادرس تاني؟ للاسف ليه للاسف؟ ماشي الحال. علشان هو المفروض اللي هياخد دبلوم او هياخد خرج من معهد او حتى اللي هيتخرج من مدرسه، تمام، او هيتخرج من جامعه، ان هو يلاقي وظيفه. كويس. لاسباب كتيره قوي المفروض يلاقي وظيفه، بس اللي حاصل في مصر ان معظم الشباب وخاصه خريجين الجامعات اكتر من خريجين المعاهد ما بيلاقوش وظائف، يعني 25% من خريجين الجامعه يمكن عاطلين. فاحنا اللي بنوفره تعليم على اساس احتياجات سوق العمل ووظائف محدده. فشركات القطاع الخاص بتيجي تقول لنا احنا محتاجين موظفين في مجالات معينه بمهارات معينه وبتعليم معين. مده الدراسه بتبقى شهرين، 6 ايام في الاسبوع من 9 ل 5. فالمده الشهرين دول بنوفر لهم التعليم اللي هيساعدهم على ان هم يلتحقوا بالوظيفه دي. بياخدوا التعليم ده وبعدين بيبتدوا شغل. جميل. ويعني بالنسبه احنا بقى لنا شغالين 3 سنين، 96% من الخريجين بتوعنا متوظفين. جميل. فدي علاقتنا بالمواطن. علاقتنا بسكه ان احنا يعني كانت فرصه هايله بالنسبه لنا ان احنا نقدر نعلن عن البرامج اللي بنعملها، وفي نفس الوقت كجمعيه اهليه لنا احتياجات كتيره قوي. بنحتاج ناس تساعدنا في الشغل اللي بنعمله، بنحتاج يعني مساعدات مختلفه. كويس. وعن طريق سكه بنعلن عن الحاجات. انا يمكن هتطرق لفكره المساعدات دلوقتي، بس انا يهمني اعرف كل مشروع دوره ايه ووظيفته ايه. نوايا هل زي ما انت ما قلتي لي في الفاصل بيهتم بالزراعه ولا له اهتمامات اخرى؟ الصناعه ليه دخل فيها، المشروعات الصغيره له دخل فيها. عايز اعرف يعني دور نوايا ايه. تمام. احنا بدأنا بمنطلق ان اساس البلد دي احنا اتأسسنا على بناء على زراعة، يعني من وقت الفراعنة واحنا بلد زراعية. بس للأسف ممكن نقول 40-50 سنة اللي فاتوا اسلوب الزراعة والنمط الزراعي بتاعنا
ابتدى ينحدر جامد جدا. في مشاكل كتيرة بيعانوا بيها الفلاحين من تقاوي لازم يجيبوها من وزارة الزراعة غالية جدا، كيماويات كتيرة قوي محتاجين ياخدوها، مضادات لكل الآفات اللي موجودة. الفلاح بقى مكسور وغالبا ما عندوش إمكانية ان هو حتى يغذي عياله يعني. تمام. لو في كتير من الرقعة الزراعية اتحولت إلى مباني، ودي مشكلة تانية. ودي حصلت ليه؟ عشان ما بقتش يعني الاستثمار بتاع الزراعه ما بقاش ليه اي قيمه. احنا بنستورد 30%. ما بقيناش عارفين احنا يعني هنتجه اتجاه زراعي ولا اتجاه الصناعي. الفترة اللي فاتت كان في أزمة. الاثنين ممكن يحصلوا، بس ما ينفعش في الرقعة زي ما بتقول الزراعية ان احنا نبتدي نصنع فيها او نحط فيها مباني. تمام. فاحنا بدأنا بالمنطلق ده ان في مشكلة دي. فاحنا اللي احنا بنقدمه وبنحاول نقدمه هو نوع زراعة اسمها زراعة مستدامة، مبني على يعني فلاحين ومزارعين وناس مهتمة بالزراعة من كل العالم ابتدت تغير أساليب الزراعة عشان تكون مستديمة. بمعنى ان انا مش محتاج ان اخد معدات من هنا واخد موارد من هنا وتقاوي من هنا، بس ان انا على الارض بتاعتي او مع المجتمع بتاعي ممكن ان انا ازرع بطريقة اولا صحية، وثانيا مش محتاجة كل التكاليف دي. فده المنطلق اللي احنا بادئين منه. بس عشان نعمل الكلام ده مش هينفع ان احنا نبدا في مصر. فاحنا بدانا بمنطقه معينه اللي هي ابو سير في السقاره. مش كل مصر. يعني جزء من مصر. احنا هنبدا هناك كنموذج. هنقلب حته ارض صغيره، حته فدان، عشان الهدف بتاعي الفلاحين الصغيرين اللي هو عنده فدان او اقل. مش بتكلم على مشاريع كبيره او زراعيه. قراطين مثلا، بنسمع ناس عندهم قراطين وده حقيقي. المهم بنستهدف الاراضي الزراعيه الصغيره، واحنا قررنا في حته معينه في ابو سير ان احنا نقلبها لزراعه مستدامه. يعني الرقعه دي تكون زراعه مستدامه، ومن خلال ورش عمل وتدريبات وجمع موارد من المجتمع اللي حوالينا هنقلب المنطقه دي ان شاء الله انها تكون مستديمه. من خلال الثلاث مشاريع انا لاحظت ان مهد تعتمد بشكل كبير على التدريب والتاهيل. يعني في من خلال مشروع سكه ونوايا، وايضا التعليم من اجل التوظيف. الترابط بينكم انتوا الثلاثه هل ممكن يخدم فرد واحد ام هيكون الخدمه لمجموعه؟ هعرف ردكم، بس نشوف الفيلم اللي معانا الخاص بسكه ونوايا والعمل من اجل التوظيف، ونعود معاكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. حين الاستعداد للفيلم اعود لضيوفي، والسؤال اللي طرحته عليكم: هل الاستفاده ممكن من خلال الثلاث مشاريع انها تعود على فرد واحد، ام ممكن من الممكن هو الغالب ايضا يعني انها ممكن تكون لخدمه افراد مش فرد واحد؟ هي لخدمه افراد كتير جدا ومؤسسات كتير جدا ومشاريع كتير جدا. يعني بس هي ممكن واحد يستفيد من الثلاثه؟ مش فاهم. ممكن واحد يستفيد من المشروع بتاعك ومشروع التوظيف. هو مشروع سكه قايم على المؤسسات والجمعيات الاهليه زي التواصل. بالظبط. هو احنا تمام. مجرد ان احنا همزه وصل ما بين المؤسسات والمشاريع اللي زي نوايا وتعليم من اجل توظيف مصر وبقيه الافراد وبقيه المؤسسات. يعني ده دور سكه، ان هي بتخلق مساحه توصل ما بين المؤسسات والمشاريع دي والناس اللي عندها استعداد تساعد، او ان هي تقدم مجهوداتها علشان يساعدوا المشاريع دي ان هي تقوم. تمام. فده دي فكره سكه. ده مشروع سكه قايم على الناس دي وقايم على الناس اللي عايزه تساعد. فهو بيساعد كل الافراد دي. عدد مستفيدين منه الى الان؟ لا، لغايه دلوقتي احنا عندنا 6 مبادرات او 6 مشاريع بمعنى اصح، ولسه في تقريبا تحت نهضة المحروسة من المشروعات المحتضنة من نهضة المحروسة حوالي 16 جداد هيشاركونا، بس لسه هنعلن عنهم في خلال الأسبوع اللي جاي بتفاصيلهم. هنروح نشوف الفيديو ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. اللي حصل في الثورة ادى امل لناس كتير انها ممكن تغير من واقعها وممكن تغير من البلد، انك ان انت تهدي حاجز الخوف ده مهم جدا. ثورة 25 يناير علمتني حاجات كتيرة جدا. اول حاجة ان انا كفرد
لوحدي انزل الميدان ومليش نفسي لوحدي، لا اكتشفت ان احنا كتير جدا. النهارده بعد مرور سنة على الثورة فبسمع كتير الناس بتقول والله انا مكتئب، انا محبط، انا قلقان، انا مش عارف هيحصل ايه بكره، واحنا من امتى كنا عارفين هيحصل ايه تاني يوم؟ ويمكن الثوره كان ليها دور انها كانت محفز من حاله الركود لحاله التغيير. عشان ما افضلش حالي واقف لازم اعمل حاجه، لازم انزل من بيتنا، لازم اتحرك. الدنيا مش تمشي لوحدها، لازم كل الناس تبقى مع بعض تتعاون عشان تمشي الدنيا لقدام، تتقبل راي بعض حتى لو هم معارضين. مهما السكه طالت وبانت بعيده مدوا الخطاوي. الثورة ادتنا مادة جديدة نعبر بيها عن نفسنا. الفيلم ده جزء منه. مد الخطاوي. في يناير قعدت مع نفسي لقيت نفسي ان انا عامل حاجات كتيره قاعده. من ساعتها وانا بعمل اشياء واقفه، حاسس ان الشخص وقف ولكنه لحد دلوقتي في سكون مازال، ما اعتقدش انه هقعد تاني يعني. ميدان التحرير او حالي في 2011 طبعا ان مفيش سقف لاي حاجه. ابتدينا 2012 ان احنا نحمي الحريات. قررنا كلنا يعني ان نعمل حاجه اسمها جبهه الحريات، ونقول يا جماعه احنا مش موافقين ككل مبدعي وفناني ومثقفي مصر ان احنا نيجي جنب الباب الثالث في الدستور. الثوره الهمت الواحد في السكه او الستايل اللي بيشتغل فيه. اهلا بيكم مره ثانيه بعد ما شفنا الفيديو، واروح لاستاذ شاهيناز. دائما لما بيكون عندنا هدف احنا يعني بنسعى لتحقيقه من خلال منظمه او مشروع او جمعيه، طبيعي زي ما اتكلمنا في صعوبات بتواجهنا. الصعوبات دي هل هي صعوبات من الحكومه ام صعوبات اقتصاديه ام صعوبات فكريه ام صعوبات اخرى؟ ده بالنسبه لتاسيس الجمعيه. بالنسبه للجمعيه الصعوبات اللي بتواجهك عامه يعني. هو الصعوبات في الاول تختلف عن دلوقتي. تمام. في الاول كانت صعوبات التسجيل والتعامل مع وزاره التضامن، هي بس بتاخد وقت ان اي جمعيه او مؤسسه تتسجل. تمام. والموافقات بتاخد وقت. دي مشكله. بس يعني الحمد لله عدت يعني وتسجلنا. المشاكل دلوقتي او الصعوبات دلوقتي، مش مشاكل، هي الصعوبات دلوقتي ان احنا بنخدم عدد معين من الناس في السنه. يعني في 2012 الهدف بتاعنا ان احنا هنخدم 1200 شخص هنساعدهم على التعليم والتوظيف. بس لما تيجي تبص لها كبلد ككل، احنا في مصر البطاله في القاهره وخارج القاهره شائعه جدا. تمام. فالصعوبات هنا ازاي ممكن ان احنا نساعد عدد من الناس اكبر، ازاي الفكره اللي احنا قايمين عليها واسلوب العمل اللي احنا بنقوم بيه نقدر نطبقه في حتت مختلفه، بحيث ان احنا بنقنع، يعني احنا بنقدر نقنع القطاع الخاص ان هو يعين ناس كانت قاعده في البيت مثلا 2 3 ما بتشتغلش. كويس. بس يمكن المشكله دي بتواجهك بشكل كبير الايام دي، لان في ازمه في التعيين وازمه في بعض الشركات وقفت نشاطها. الغريبه ان الشركات لسه بتوظف الخريجين الجدد. يعني التعيين في مصر لا مش عشان الفلوس، لا علشان هو هتلاقي مثلا الشركات بتعين المدير عند في مستوى المدير التنفيذي اللي هو رئيس الشركه. تمام. ده في وظائف، والخريجين الجدد اللي هو اول مرحله في السلم الوظيفي. تمام. ليه؟ اعتقد ان هم محتاجين ناس اكتر يشتغلوا، بس ما بياخدوش ماهيات عاليه قوي. وانا بتكلم على ماهيات، بقول ان خريج الجامعه المفروض ياخد
على الاقل اكتر من 1000 جنيه. يعني معظم اللي بيتخرجوا من عندنا بياخدوا 1500 2000، في بعض الناس بتاخد 2500 على حسب المجال اللي هيشتغلوا فيه. تمام. فبس فهي الصعوبه ان ازاي الصعوبه هي الوصول لاكبر عدد، لعدد اكبر طبعا. تمام. هل فكره اقتناع الشركات الخاصه بتواجهك كصعوبه؟ في الاول كانت صعبه في جدا. الأول. صعبه جدا. تمام. ما كانوش مقتنعين خالص ان حد يبقى قاعد في البيت بقاله 3 سنين تمام. ما بيشتغلش، ازاي الشخص ده ممكن كويس. يبقى مؤهل ان هو يشتغل. نوايا ازاي يغير تفكير حد تعود على نظام معين في الزراعه ونيجي نقول له تعالى لا احنا عندنا اسلوب جديد، اسلوب حديث ممكن يغير لك الموضوع. تتعاملوا ازاي مع فكر استمر لسنوات بشكل معين؟ اعتقد ان ده اكبر تحدي بالنسبه لنا يعني. كويس. والسبب ده احنا مش بنشتغل في فراغ، مش مجموعه جايه من القاهره وقررت انها تغير فكر الناس. فاحنا الشغل الاساسي بتاعنا اجتماعي، بمعنى ان احنا شغالين مع كذا مؤسسه اجتماعيه. ان كان مثلا احنا محتضنين، يعني نهضه المحروسه دلوقتي محتضنانا كمشروع، فعندنا مؤسسه كبيره بتدعمنا. في منطقه ابو سير احنا شغالين مع جمعيه اهليه اسمها إيرا، وشغالين مع مركز فني بتاع فجنون. تمام. وشغالين مع القريه اسمها قريه غيغه. فاحنا الشغل الاساسي بتاعنا معتمد على ان احنا بنجيب اطراف لها مع بعض، بنتناقش مع بعض ونشوف ازاي ممكن نقدم الخدمه دي بطريقه تتناسب مع كل الفئات اللي موجوده في المنطقه دي. وفيهم اطراف متواصله مع الفلاحين بالفعل. مع غيغه هي اصلا تمام. قريه فيها معظمها فلاحين. تمام. يعني. تمام. بس الحاجه الثانيه بقى اللي ظريفه، احنا بما ان حاجه من التحديات الكبيره بتاعتنا ان احنا ما عندناش دعم دلوقتي مالي عشان نغير الارض دي انها تكون ارض مستدامه. فقررنا بما ان في اقبال عالي قوي من ناس من القاهره مدنيين ان هم يتعلموا الزراعه، عشان الناس ابتدت تحس ان هي بتاكل اكل مش نظيف مش كويس. فناس كتيره ابتدت تحس اللي هو لا انا عايز اتعلم زراعه عضويه، زراعه نظيفه في البيت، حتى لو في الجنينه بتاعتي او في بلكونه او على السطح بتاعي. فابتدينا نعمل ورش عمل، ناس عندها فلوس بتدفع فلوس للورشه دي. الورشه دي بنعملها في ارض زراعيه، بنجمع فيها فلاحين مع ناس من القاهره، بيبقى تبادل. في الحاله دي الفلاح بيبقى هو الخبير، هو اللي بيعلم. تمام. الاجتماع ده مع بعض ابتدى يغير شويه الفكر ان احنا كلنا ممكن نتعلم من بعض ويقلل الصعوبه. بالظبط. وان لا الزراعه دي حاجه مهمه وحاجه حلوه، ولا انا هحمي ارضي ومش مش هبني عليها مبنى او ايا كان عشان الناس ابتدت تفهم القيمه. تمام. فيعني من المنتظر ان نتيجه المشروع تبان امتى علشان يبقى في حاله من التعميم مع الاراضي المصريه بشكل عام؟ نقول 10 سنين مثلا. 10 سنين مش كتير. احنا بنغير فكر. انت بتتكلم على زراعه بقالها 40 سنه شغاله بنمط معين. كويس. مش هاجي انا واغيرها بكره يعني. تمام. ولا مجموعه بس وجود شباب زي ما بتقولي، وشباب عنده طاقه وشباب عنده فكر وشباب عنده وعي وشباب عنده بطاله عايز يشتغل. بالظبط. ممكن يقلل المده. انا مش شايفه ان 10 سنين دي حاجه كتيره خالص. انا شايفه انها لو بنتكلم على مستوى مصر مش حجم كبير خالص. من خلال دراسه ل10 سنين. هو ده من خلال دراسه. كويس. طيب بس سقاره اديني 2 3 كده واحنا نكون غيرنا المنطقه ان شاء الله. هذه المشاريع اللي جايه ايه وكيفيه التواصل معاكم تكون ازاي؟ طيب المشاريع اي حد ممكن يتواصل مع سكه من خلال، حاليا احنا عندنا الصفحه على الفيسبوك، وممكن متهيألي انا اديتهم اللينك ممكن يحطوه، وشغالين على الويب سايت حاليا. طب اسم الصفحه ايه يعني؟ سكه ايجيبت. سكه ايجيبت. طيب خلاص نظهرها يا جماعه. تمام. بالنسبه للمشاريع اللي ممكن تشارك، اي مشروع او اي مبادره بيشتغل على التنميه الاجتماعيه في اي مجال، سواء صحه، تعليم، زراعه، او حتى لو مشروع بيساعد على ان احنا ننشر الوعي، سواء وعي سياسي او وعي اجتماعي، زي حد زي اتوبيس الحريه مثلا، واحده من المبادرات او المشاريع اللي تحت سكه برضه. تمام. فهم اي حد، حتى لو حد فرد مش تابع لمؤسسه معينه عنده فكره هتساعد على تنميه البلد ومش عارف يعمل ايه بالفكره دي، ممكن يتواصل مع سكه، ومن خلال التواصل مع المؤسسات التانية اللي احنا بنشتغل معاهم ممكن نساعده يترجم الفكرة دي إلى مشروع. تمام.
في عجاله لان الوقت انتهى، برضو كيفيه التواصل مع حضراتكم لان في شباب كتيره موجوده وعايزه تشتغل تتواصل ازاي؟ ممكن يتواصلوا معانا عن طريق احنا عندنا فيسبوك بيج EFE ايجيبت، ممكن يخشوا عليها، فيها كل المعلومات بالنسبه للشغل عندنا. ممكن EFE ايجيبت، ممكن يجوا لنا المكتب في 11 شارع لبنان الدور ال15، وممكن برضو يخشوا على الويب سايت efefoundation.org. تمام. برضو كيفيه التواصل برضو على الفيسبوك، احنا لسه ما عندناش موقع الكتروني، نوايا ايجيبت. ولو حد مهتم في ورشه عمل يوم الجمعه في سقاره عن السماد العضوي، لو حد عايز يتعلم. فين في سقاره؟ ما سقاره كبيره. ما لو هيبعتوا لنا على الفيسبوك على البيج هنقدر نوجههم. تمام. عموما انتوا شرفتوني ونورتوني، وان شاء الله من احسن لاحسن، لان احنا محتاجين ان كل الجهود تتكاتف من اجل تقدم مصر للامام، والتقدم يتم من خلال الافكار الجيده والافكار الايجابيه. هديل الديب من مؤسسي سكه، شرفتيني ونورتيني، شكرا ليكي. استاذه شاهنازه احمد مدير تنفيذي لمؤسسه التعليم من اجل التوظيف مصر، شرفتيني ونورتيني، شكرا ليكي. ساره السيد من مؤسسي مشروع نوايا، شرفتيني ونورتيني، شكرا ليكي. هنروح دلوقتي نشوف جزء من فيلم قصر الدم، ونعود معاكم نلتقي مع فريق عمل الفيلم، ولكن بعد ما نشوف الفيلم.